بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان قد سبق معنا أن ذكرنا بأن هذه الآية شعار الدعاة إلى الله، ذلك أنها آية جامعة لحقيقة السبيل التي سلكها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالطريق التي سلكها سيدنا يوسف هي التي سلكها أبوه يعقوب، وهي التي سلكها جده إسحاق، وهي الطريق التي سلكها جده الأول وجده الأكبر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هذه السبيل التي من أعظم وأجل معالمها، وهي طريق واضحة في منطلقاتها وفي مسالكها وفي زادها وحقائقها وفي أهدافها وغاياتها، لا يرتاب أبدا من سلكها ولا يشك. قوم خرجوا يوم أحد وكادوا أن يفشلوا، ذلك أنهم لما خرجوا في غزوة أحد ورأوا أن ثلمة كبيرة وقعت في الصف حين رجع المنافقون المخذولون الذين سبق لهم من الله عز وجل الحرمان، حين رجعوا إلى المدينة وقالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الذين كانوا يسلكون سبيل الله الواضحة البينة النقية الصافية، كادت طائفتان منهم أن تفشلا، قال الله عز وجل: والله وليهما، لأنهم سلكوا سبيل الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد ضمن لعباده أن يكون وليا لهم في الدنيا ووليا لهم يوم القيامة. من أجل معالم سبيل الله التي سار عليها الأنبياء والمرسلون على نبينا وعليه الصلاة والسلام، على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام، أنها طريق البصيرة. نعم، لم يترك القرآن الكريم قولا لأحد، ولم يترك القرآن الكريم تقولا لمتقول، ولم يترك القرآن الكريم في نفوس المؤمنين ريبة ولا شكا، ما ترك شيئا. وثمة أون تنبيه من آفات الحركة الإسلامية، وخاصة في القرن الماضي، ولا أدري هل هي علل حادثة أم هي علل موروثة. هل هي علل حادثة بسبب ما أصاب البلاد الإسلامية مشارقها ومغاربها من غزو الكفار الصليبيين لبلاد المشرق كأرض مصر والشام والعراق وأرض فلسطين وغيرها، أو لما أصاب بلاد المغرب من هذه البلاد الشاسعة كالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى؟ هل هي علل حادثة بسبب ذلك الغزو الذي أعد له الصليبيون الحاقدون منذ هزيمتهم في حطين
أعدوا له العدة ثم أعادوا الكرة مرة أخرى، وشعارهم في ذلك ما قال قائدهم حين دخل بلاد الشام: وقد هدم ما فيها من البنيان بمدافعه. عندما جاء قبر صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ثم قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية، أي أننا أحكمنا قبضتنا على تلك البلاد المتمردة التي عاشت زمنا طويلا ترمين بالجهل والسفه، وترمين بالشرك والكفر والباطل. قد أحكمنا قبضتنا عليها مرة أخرى، وعادت كما بدأت. لأن الروم أيها الكرام عندما دخلوا بلاد المشرق، دخولهم إلى بلاد المشرق وبلاد المغرب كان بسبب حاجة في أنفسهم. هذه الحاجة هي النبوة الخاتمة والنبوة الخاتمة. هل ستكون في بلاد الشام وأرض النبوات والرسالات كأرض فلسطين وما جاورها كبلاد الشام، وأقصد بذلك دمشق وما جاورها، أم أنها ستكون في غيرها من البلاد التي شهدت بعثة الأنبياء والمرسلين على مر العصور وتفاوت الدهور، أم أنها ستكون في أرض الجزيرة؟ وهذا الذي فكر فيه اليهود، فمنذ محاولة قتل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام انطلقت جموع اليهود خفية، والبشرية كلها في جهل وضلال انطلقت خفية حتى سكنت يثرب. قرأوا التوراة. وقد يقول قائل: وكيف لنا أن نعرف أن هذا قد وقع؟ الحقيقة أريدك أيها الكريم أن تقطع في نفسك بأنه وقع كما أحدثك. الدليل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فإنه يقول، وهو يخاطب اليهود وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم: سيظهر في آخر الزمان نبي سنقتلكم به قتل عاد، سنقتلكم به قتل عاد. وكأن الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين في الأرض لإبادة البشر لا لهداية البشر. وهذا فهم اليهود القرود لحقيقة النبوة في الأرض، لأنها أمة لئيمة وأمة خسيسة وأمة في نفوس أهلها الشر الكامن، وقد سبق لهم من الله عز وجل الخذلان، لأن الله عز وجل بعد أن فضلهم على العالمين صيرهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت ثم لعنهم، فلا يزالون ملعونين على لسان أنبيائهم ورسلهم حتى ينفخ صاحب البوق بوقه. قرأوا التوراة، والنصارى قرأوا الإنجيل. ودليلك أيها الكريم على ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس في حديث سلمان الطويل الذي ذكرناه فيما سبق من أيام الله عز وجل، وهو يبحث ويفتش عن الحقيقة. هل يمكن أن يكون هذا الوجود قد خلق لهذا العالم الذي نعيشه الآن؟ هل يمكن لهذه الدنيا؟ لماذا تطلع الشمس؟ لماذا تغرب؟ لماذا تطلع في وقت لا تجاوزه؟ ولماذا تغرب في وقت لا تجاوزه؟ لماذا يطلع القمر؟ لماذا وجدت هذه الكواكب السيارة؟ لماذا وجدت هذه النجوم كمصابيح في الأرض؟ لماذا هذه البحار؟ لماذا هذه الأنهار؟ لماذا هذه الجبال؟ لماذا هذه الأشجار؟ لما هذه المخلوقات كلها؟ لما؟ هل خلقت عبثا؟ كل عاقل يسأل نفسه هذا السؤال. كان سلمان من هؤلاء العقلاء، كان السؤال يراوده باستمرار
الأفكار. وكان رجل في جزيرة العرب يقال له محمد بن عبد الله، تختلج في نفسه هذه الأسئلة لا تكاد تنقضي، تقض مضجعه. إذا دارت بخلده أفقدته لذة الطعام، وأفقدته لذة النوم، وأفقدته لذة الزوجة، وأفقدته لذة البنين والبنات. لما خلق هذا الكون هكذا بهذا الإتقان من أجل لا شيء؟ ما وراء هذه الأستار وهذه الحجب التي وضعت أمام أعيننا كحدود قد بينت للبشر حدوده القصرية التي لا يمكن أن يجاوزها. كان في الدنيا بعض العقلاء الذين تختلج في نفوسهم وعقولهم هذه الأفكار: لما هذا الخلق؟ ولما هذا الإتقان؟ لما هذا الوجود؟ ولما هذه الكائنات الأرضية والسماوية؟ اجتهد الفلاسفة والمفكرون في دهرهم الطويل وسألوا أنفسهم مرارا تكرارا وأجابوا، فتولد عن ذلك فكر يدل على أن الإنسان أهان عقله، وهو ما صنعه اليونان القدامى في حضارة أفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس وغيرهم. فغاية الذي وصلوا إليه ما هو؟ قالوا الرياح إله، والمطر إله، والقمر إله، والشمس إله، والنجوم إله. فإذا وقع الرعد قال إله الرياح قد اختلف مع إله السحب فاقتتلا فوقع الرعد. هكذا يا مفكر، ويسمونك فيلسوف وأبو الفلسفة بمثل هذا الحب. أول مراتب إهانة العقل البشري أنك تخوض في مسألة غيبية، ومن العيب أن تتكلم في شيء لا تدرك كنهه، ليس عندك مادته، لا تملك حقيقته، فكيف يمكن أن تدرك معانيه؟ وكيف يمكن أن تدرك غاياته؟ هذه عندما نحدثكم أيها الكرام هذه ذروة الفكر البشري، هذه منتهى ما وصلت إليه العبقرية البشرية، أنها صيرت هذه المخلوقات آلهة، وجعلت ما يترتب عن هذه المخلوقات من حوادث في حياة الناس جعلتها نتاج صراع. واحد يقول بين الظلمة والنور، والآخر يقول بين الشمس والقمر، والآخر يقول بين الليل والنهار، والآخر يقول بين الرياح والسحب، وما إلى ذلك من الأفكار السخيفة التي لا تليق بالبشر الذين قال الله فيهم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كانت هناك هذه الأسئلة: لماذا لا يسأل الواحد منكم ما الذي غيبك يا ابن عبد الله؟ ما الذي غيبك في غار مظلم موحش؟ ما الذي أخرجك من بلدتك من بين الناس ومن بين الأنس؟ ما الذي أخرجك من بيتك؟ ما الذي أسكنك هذا الغار شهورا طويلة؟ هي هذه الأسئلة. عليكم السلام. هي هذه الأسئلة التي كانت تعتلج في نفسه. قلت حديث السنة أو دليل السنة يقول أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انتقل من بلدته جي
فدخل الشام، وكان أميرا ابن أمير. ولا يغرنك، فإن فتية الكهف الذين خرجوا في الزمن الأول والذين تبرؤوا من عبادة قومهم كانوا أبناء الملوك، حتى ذكر ابن عباس وغيره أنه لم يكن فيهم ابن فقير ولا ابن مسكين، كانوا أمراء أبناء ملوك وأبناء أمراء. لكن هذه الأفكار كانت تغتل، هذه الأسئلة، هذه الهموم كانت تعتلج في نفوسهم. قلت وهذه الأسئلة هي التي أخرجت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من بين قومه ومن بين بناته وأولاده ومن عند زوجته، وأسكنته الغار. لما وجد هذا الكون؟ أيمكن أن يكون هذا الإتقان العجيب لغير غاية؟ أيمكن أن يكون هذا الوجود نهايته أننا نموت ونقبر وانتهى كل شيء؟ أيمكن أن يكون الناس يتفاوتون في القوة وفي الجاه وفي العلم وفي المال من أجل لا شيء، ثم يواريهم التراب، ثم انتهى كل شيء؟ أسئلة كانت متعبة حقا. تدرون لما متعبة؟ لثلاثة أسباب. السبب الأول أن الذي كان يفكر فيها قليل في وسط كثير غافل، وهذا التعب عندما لا تجد من يوافقك في دينك أو يوافقك في فهمك، تحس بالغربة حتى بين أبيك وبين والديك وبنيك. وقديما قال أبو سليمان الخطابي صاحب المعالم وهو يذكر غربته، قال وما غربة الإنسان في شقة النوى، أنه يبعد السفر ويسافر بعيدا بعيدا ويقطع الأميال تتلوها أميالا. كلا، وما غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل، ألا تجد واحدا من شكلك، واحدا يشبهك في دينك واعتقادك. هذه هي الغربة. وما غربة الإنسان في شقة النوى ولكنها والله في عدم الشكل. وإني غريب بين بست، وكان يسكن مدينة بست ويقال له البستي، وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. هذه الأسئلة أخرجت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى غار موحش في جبال مكة، وأخرجت سلمان الفارسي من أرض بعيدة بعيدة بعيدة، أرض حضارة ومدنية، لا تزال تعلو في مدنيتها وحضارتها، حتى وصلت إلى أين؟ وصلت إلى عبادة النار. وصلت إلى ماذا؟ إلى عبادة النار. وصيرت الحكماء في أرض فارس عبدة للنار، فأهان القوم عقولهم وما دروا. ثم تنبه أنت معي دورة البشرية أيها الكرام، تمثل معي أنت دورة البشرية من أيام سلمان، ثم اقفز أنت في هذا العالم قفزة تصيرك إلى الأمرة والمدنية أوجها. فأول شيء هان عندها ما هو؟ هانت عندها إنسانيتها. نعم، قرأت في بعض الجرائد ولست مصدقا، لكن الخبر له أصل ولا شك، فقد نقله الثقات الأثبات في مواقعهم وفي رسائلهم وفي مجلاتهم وجرائدهم. ممثلة كانت ممثلة مشهورة،
وكان لها اسم له بريق يخطف الأبصار. قيل لها تعالي أيتها الحسناء الجميلة، ثم خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، وألقيت في عالم نتن عفن يقال له عالم الفن، واستغل جسدها كفتنة للإغراء. ومرت الأيام وتوالت، وجاوزت 40 وقاربت 50، وجلس الصحفي يحدثها منذ متى أن تشتغلي في مشروع فيلم أو مسلسل؟ قالت منذ 3 سنين. قال لما؟ قالت لا أدري، ما عاد الناس لهم رغبة فيه. ثم قال أنها قالت خدعوني أنني فنانة، وخدعوني أنني مشهورة، وخدعوني أنني نجمة، والآن وقد قاربت 50 وبدأ جسدي في الذبول، أعرضوا عني. فلما نظرت عن يميني لم أجد شيئا، ونظرت عن شمالي لم أجد شيئا، ونظرت ورائي فرأيت خرابا ودمارا. قالت فما وجدت أسرة ولا وجدت زوجا ولا وجدت ولدا اليوم. قال وبكت بكاء فيه حرقة شديدة. هذه الحادثة تدل على غيرها. ائت أنت بأمة الفرس واجعلها هي أوروبا اليوم. ما أنت اليوم يا أوروبا، ما أنت وما حقيقتك؟ حقيقتك أن الإنسانية فيك قد فقدت. لا يغرنك أيها الإنسان أنهم أعطوك حقوقا وسموها حقوق إنسان، كلا، فتلك حقوق قد أكرم الله بها حتى الحيوان. حقك الأول، حقك الأوحد، حقك الواجب هو عبوديتك لله. وكل من سلبك هذا الحق فقد أهانك، لأنه إما أن يجعل منك عبدا لشهوة، إما أن يجعل منك عبدا لبطن أو لفرج. ما رضي سلمان بهذه المعيشة، ضاقت به الدنيا. قال لأجل ماذا خلق هذا الكون يا أبتي؟ لأجل ماذا خلقت السماوات والأرض؟ لأجل ماذا وجدت الممالك ثم زالت؟ لأجل ماذا يجري الليل والنهار وإلى أي أجل؟ ألأجل هذه النار؟ قال نعم يا بني. قال لا أقبل، يستحيل أن يكون الوجود كله من أجلها. وانطلق يبحث من مدينة جي إلى بلاد الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمورية، ثم حط الرحال عند رجل من أهل الكتاب الآخر الذي هو الإنجيل والذي يسمى بالعهد الجديد. فقال يا سيدي، يخاطب ذلك العالم في الإنجيل الذي يسمونه في دينهم راهبا، فقال أيها الراهب يا سيدي، إنه قد نزل بك الموت، فماذا أصنع الآن؟ أنا ما جئت لكي تموت ثم بعد ذلك أعود إلى التيه مرة أخرى. قل لي ماذا أصنع؟ أنا جئت أريد مفاتيح لأسئلة تؤرقني بالليل والنهار، ولا أجد لها جوابا. قد أقضت مضجعي، وأفسدت علي لذتي وشهوتي، وذهلت فيها عن الوالد والوالدة، وتركت الملك والإمارة. أريد أن أعرف ماذا أصنع. قال يا بني اسمع مني، اسمع مني، أنبئك اليقين أو أنبئك اليقين. هذا الدين الذي أنا عليه اليوم ليس عليه أحد من أهل الأرض،
أحدثك حديثا فاحفظه. قال نعم قل. وأقبل الرجل العاقل بكليته على الراهب قال حدثني. فقال اسمع، هذا الزمن وفق الذي عندي في الإنجيل، وفتح الإنجيل بين يديه وقال هذا الإنجيل يخبرني بالخبر اليقين. قال وما هو؟ قال يا بني إنه قد أظلك زمان نبي. وأي نبي؟ هذا النبي الذي سيعصر النبوة عصرا، وسيعصر الدنيا عصرا، وسيعصر القرون عصرا، ثم يخرج إلى الدنيا فيقول لها خلقت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن، حتى كنت من القرن الذي خلقت فيه. هذا النبي لو فاتك لما وجدت لهذه الأسئلة جوابا أبدا، ولا ما وجدت لهذه الألغاز التي تعتلج في صدرك وتثقل ظهرك، لما وجدت لها مفاتيح أبدا. قال أخبرني، حدثني من يكون. قال رجل يظهر في جزيرة العرب، الذي يقول هذا راهب يسكن عمورية وهي في أقصى بلاد الشام بين الشام والعراق. قال يظهر في جزيرة العرب، أرضه تربتها حمراء، ذات نخل بين حرتين، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. يا بني إذا استطعت أن تصل إليه فلا يفوتنك. هو الذي عنده المفاتيح، هو الذي عنده الإجابة، هو الذي سيخبرك الخبر الأول والخبر الآخر، هو الذي سيخبرك عن أول الدنيا كيف وجدت ولما وجدت، وسيحدثك عن آخر الدنيا إلى أين تصير وإلى نهاية كل شيء. إن وجدته فاحرص عليه، وإلا ستعيش عمرك كله في الغفلة وفي هذا الألم المبرح الذي لا ينقضي. وانطلق الرجل يبحث، ومضى الزمن، ودخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما هي حاله في كل رمضان، يترك حتى يأتيه رمضان، يجوع. كانت قريش والمشركون في الجاهلية يصومون، فكان حتى إذا خوى بطنه صحى عقله وصفت نفسه وطهر قلبه، أقبل على الغار وجلس أيام والليالي. في تلك الفترة أطال المدة، كان يقضي يومين 3 أيام أسبوع، فإذا نفذ ما عنده من زاد وماء رجع سريعا إلى مكة، فأخذ من خديجة تقول له يا محمد إلى أين تريد؟ فيقول أريد الغار، فتقول ها هو الزاد. والمرأة لا تحبس زوجها، المرأة الكريمة عون كبير لزوجها على الخير. ما من رجل قعد عن المعالي إلا كان سببه امرأة غافلة تحب الدنيا وتتعلق بأهدابها. وما رأيت رجلا علا وطلب المعالي ونالها إلا نظرت خلفه فوجدت امرأة ذات إرادة وقوة وشكيمة تدفع زوجها إلى الأمام أبدا. السيدة خديجة كانت من هذا الصنف، بل كانت سيدة هذا الصنف. ولو كانت الإمامة لتعقد لامرأة لنالتها هذه المرأة بالشرف الأول. ألا يكفي هذه المرأة أنها طيلة سنوات ما منعت زوجها الشاب الفتي، كان عمرها
يوم تزوجها في 40 وكان عمره 25. فلما كان يقصد الغار كانت تزوده: خذ الزاد. فيذهب ثم يرجع إلى خديجة: أعطني الزاد. تقول: خذ الزاد. تعد له الطعام الطري والماء، قربة الماء. فإذا جاء أعطته، حملها على كتفه وانطلق إلى الغار فوضعها جانبا وغفل عنها وجلس يتفكر: لما هذه الدنيا؟ لما هذا الوجود؟ لما هذا الكون؟ لما؟ أسئلة كان يحمل هو همها. هذه أسئلة كانت تقض مضجع البشرية. كان محمد صلى الله عليه وسلم يحمل همها، وكأنه يقول للدنيا: أيتها الدنيا، ابقي في غفلتك، أنا الذي سآتيك بالجواب، وأنا الذي سأخبرك الخبر اليقين. وفجأة إذا بالروح أمامه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال له: اقرأ. وتذكر، قال: أنا أمي، ما أقرأ، أو ماذا أقرأ، أو ما أنا بقارئ، على اختلاف الرواية. قال: اقرأ. قال: ما أقرأ. يضمه كل مرة إليه ضمة شديدة، كأنه يريد أن يبلغ عقله أعلى مراتب اليقظة، يريد لقلبه أن يصحو معه. اقرأ. ويضمه ثم يرسله ويقول له: اقرأ. فيقول: ما أقرأ. والرجل فزع فيضمه مرة أخرى حتى بلغ به النهاية وبلغ به الجهد، ثم أرسله الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلاص، انتهى زمن العماية وانتهى زمن الضلال. جاءت الساعة التي كانت تنتظرها البشرية قرونا طويلة. جاءت الساعة التي تقضي على الآلام المبرحة الناتجة عن تلك الأسئلة الدائمة المرة التي كانت تقض مضاجع العقلاء. جاءت الساعة التي يجب على البشرية أن تنفض غبار الحيوانية عنها. جاءت الساعة التي أذن الله فيها. يقول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم وفي الحديث، والحديث في صحيح مسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. تدرون، نحن كنا ممقوتين في عين الله، والمقت هو أعلى مراتب الكره والبغض. تصوروا أنتم لو أن البشرية بقيت عن فقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. هكذا، هذه هي الحقيقة. ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفجأة أضاء الوجود بنور السماء وكانت البصيرة، وقال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقام الكفر. هل يمكن أن تتصوروا أيها الكرام أن الكفر يمكن أن يسكت؟ أيمكن أن يرضى؟ أيمكن أن يقبل؟ تطاول الزمان وقالت الدنيا لليهود: قد فاتتكم النبوة وجاوزكم الفضل إلى غيركم.
قالت الدنيا للنصارى قد فاتتكم النبوة وفاتكم الفضل إلى غيركم فابكوا على أيامكم فإن ربيع الأرض قد حان وقد آن لها أن ترجع للذي خلقت لأجله. ولو تصورت معي أيها الكريم هذه الحقيقة لأوصلتك إلى مسألة فيها حكمة بالغة قد يذهل عنها الكثير ويدركها أيضا الكثير، فتجد أن موقف الشرك وموقف الكفر مع النبوة والرسالة كموقف الطفل الصغير مع الكبير. أبوه يقول له يا بني النار تحرق، الطفل لا يعرف أنها تحرق. أبوه يقول له يا بني الجوع يهلك، الصغير لا يعرف أن الجوع يهلك. الصغير أبوه يقول له يا بني البرد يفسد، والصغير لا يدرك أن البرد يمكن أن يفسده ويذهب صحته، فينفر من أبيه فيقول له لن أدعك لن أدعك تضر نفسك، أتدري ما النار؟ لن أدعك. وها هنا سر عجيب من أسرار صبر النبوة على أذى المشركين، أن الشرك كان بمنزلة الطفل الصغير الذي لا يعرف ضرره من نفعه، لا يعرف ما ينفعه وما يضره، والنبوة كانت بمنزلة الكبير العاقل الحكيم الذي يريد أن يحوط هذا الصغير من بلاء يكاد أن يصيبه، يراه رأي العين ولكنه لا يعلم أنه مهلك. فصبرت النبوة على الشرك صبرا عجيبا، وعلى أذى المشركين صبرا عجيبا. بماذا عاتبهم؟ يوم بدر حين ألقى صلى الله عليه وسلم 70 من أئمة الكفر، من أئمة الشرك، من أئمة الغفلة، حين ألقاهم في القليب قال لهم، وأصل الحديث في الصحيحين والرواية تضاعف، ناداهم وقف عندهم وقال يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، يا عمرو بن هشام، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، 70. فلما أكمل أسماءهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هذه رواية الصحيحين، وفي المسند وعند الترمذي وسنن البيهقي بسند يضاعف أنه قال لهم بئس العشيرة كنتم لنبيكم. هل ينفع عتاب الآن؟ أبدا، إنما يقول لهم انظروا يا أصحابي إلى حال الدنيا وما صنعت بأهلها. قال لهم بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. هكذا صنعتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وما الذي أردته منكم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألم تكونوا في العماية والضلال؟ ألم تكونوا في الباطل والإثم؟
ما لم تكونوا في الفواحش والرجس أنا عندي الإجابة. عندي الإجابة عن أول هذا الأمر. يا رسول الله حدثنا عن أول هذا الأمر. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. أنا أخبركم، أنا عندي الجواب عن أول هذا الأمر. كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. فإذا سألتموني عن آخر هذا الأمر: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أخبركم عن آخر هذا الأمر. أيعقل أن يكون البشر في هذه القسوة تجاه أنفسهم؟ إنهم رفضوا أن تحل تلك الأسئلة التي راودت الناس آلافا من السنين. إنهم رفضوا أن يعرفوا ما يكون. إنهم أبوا أن يعرفوا ما كان وما يكون. قال والد إبراهيم، قال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. أنا عندي الجواب على الأسئلة، أنا أخبرك عما سيكون، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: إليك عني، إليك عني، إليك عني. دعني في حيوانيتي، دعني في بهيميتي، دعني. إذا كنت ترى أنني أضل من الأنعام فدعني وحالي وشأني. لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، ستأتي عليك ساعة وستعرف أنني كنت قد جئتك بخير كبير، لكن قد سبق لك من الله الشقاء والخذلان. يوم القيامة يمر إبراهيم على الصراط نورا نورا، ويأخذ بطرف ثوبه أبوه آزر ويقول: يا إبراهيم أين تذهب وتتركني في النار؟ فيقول: يا أبتي، يا أبتي، ألم آمرك ألا تعصني؟ ألم أقل لك أنا عندي الجواب؟ ألم أقل لك أنني على السبيل؟ ألم أقل لك أن النجاة قد بانت؟ لما عصيتني؟ لما؟ يقول: يا بني اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، لا تتركني ها هنا. ساعة، وهي ساعة. ما أشقى الغافلين عن الساعة، وما أتعسهم، ما أضيعهم، ما أتعس حظهم، وما أمر معيشتهم إذا صاروا إلى ما يوعدون. قال: يا بني إلى أين تذهب وتتركني في النار؟ فقال: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أرجوك؟ أنا يا أبتي تلقيني في النار لأجل أنني لا تعصني؟ أنسيت يا أبتي أنك أخرجتني من بلدي لأنني قلت ربي الله؟ لما كل ذلك الأذى يا أبتي؟ ثم ما ينفع الآن العتاب؟ لما أعاتبك؟ لا ينفع الآن العتاب. طيب يا بني اليوم لا أعصيك، خلاص أنا تائب الآن، لا أعصيك بعدها. قال: ربي، وهذا حال الابن الرحيم،
بأبيه ذي الحظ المشؤوم، فقال يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فقال الله بلى. قال ربي وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ أي خزي أعظم من أن يقال أبو إبراهيم في النار؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال بلى بلى يا إبراهيم. ولإبراهيم عليه السلام قصص وأي قصص، لعلنا نرجع فنقف عند بعض محطاته. فقال له يا إبراهيم انظر عند قدمك أو عند رجلك، فنظر فإذا ذبح ملطخ، لم يرى صورة أبيه. وقال الله مروا به إلى النار. الآن قد طابت نفس عبدي إبراهيم، فلما طابت نفسه ومر إلى الجنة قال مروا به إلى النار، هذا حقه عندي. نعم. قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم اصلوها اليوم. من الذي قبل الجواب؟ ومن الذي رضي بمفاتيح تلك الأسئلة التي كانت تقض مضاجع العاقلين وقد ذهل عنها الغافلون واطمأنوا إلى فرشهم ونسائهم؟ كان يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار. قال ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله. وثقل الأمر على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ثقل ثقلا كبيرا، وجلس الصحابة يبكون يا رسول الله من كل 1999 إلى النار، يا الله فمن الذي ينجو؟ فمن الذي يسلم؟ فقال أبشروا إنما مثلكم كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال الصحابة الله أكبر. قال أيسركم أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ فقال الصحابة الله أكبر. قال أيسركم وفي رواية فإنكم أكثر أهل الجنة، وفي رواية في المسند وفي سنن أبي داود والترمذي وفي سنن البيهقي ومسند البزار ومعجم الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صفا 80 من هذه الأمة. أهل الجنة 120 صفا من أمتي كام؟ 80 صفا من هذه الأمة الشريفة، هذه الأمة الطيبة. تظنون اذهب أنت حتى إلى السكير وهو يشرب الخمر واسأله فسيحدثك عن الله، لأن المعصية قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. قبل الجواب وقبل الحقيقة، قبل الحقيقة عن الأمر الأول وعن الأمر الآخر. لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. وقال للرجل الآخر تدرون يا معشر الكرام، وسأذكر ماذا قال للرجل الآخر، أو ماذا قال في المرأة الأخرى وماذا قال في الرجل الآخر. انظروا أنتم، سأقدم لذلك بمقدمة بسيطة. ما زال وقت العشاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد مر عليه نفر من اليهود: لماذا سكنتم المدينة يا معشر يهود؟ لأجل النبوة، وها هي بين أيديكم، فماذا تقولون؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من أهل الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. نعم، كثير منهم يعرفونك يا محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. لماذا جئتم يا يهود منذ قرون طويلة وسكنتم؟ لماذا تركتم روما؟ حدثونا، لماذا تركتم روما؟ لماذا تركتم قسطنطينية؟ لماذا تركتم سهول الشام الخصبة؟ لماذا تركتم أرض أوروبا وجئتم إلى المدينة، أرض الحمى وأرض الحر وأرض الرمل وأرض الشدة؟ لما تريدون النبوة؟ لن تكون من نصيبكم، وستكون من نصيب أمة أخرى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فقال لهم: هو بأبي هو وأمي يا بني تميم، أو اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقال بنو تميم: يا رسول الله، بشرتنا فأعطنا. بخين ما هذا قصد؟ أي بشرى؟ بشرى الإيمان وبشرى الإسلام وبشرى الجنة. فالتفت إلى أهل اليمن بل وفهم أهل اليمن، فقالوا: يا رسول الله، قبلنا البشرى. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. هذا أن غاية الدنيا هي أن تقف على البشرى، وأول البشرى أن يدلك الله عز وجل على نفسه وعلى ذاته المقدسة، وأول البشرى أن يدلك الله عز وجل كيف تكون عبدا له، وآخر البشرى أن يكون نزلك إلى جواره يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا أهل البشرى يعرفون نعمة الله عز وجل ويؤمنون بها، وأما الذين يرفضون البشرى فإنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. ولهذا أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم قلت: رأى اليهود القرود الذين تركوا أوروبا وبلاد الشام وسكنوا المدينة رغبة في النبوة، ولكن النبوة لا تنال بمجرد الرغبة، إنما النبوة نعمة ورحمة من الله يكرم بها من شاء من العالمين. مروا عليه وقد سودوا وجهي رجل وامرأة وأركبوهما على حمارين،
ثم قالوا انطلقوا إلى هذا الرجل نسأله عن حكم الزنا، فإن أجابنا بالذي نصنع قبلنا منه، وإن أجابنا بغير ذلك نظرنا. فلما جاءوه قال ما بال هذا الرجل وهذه المرأة؟ فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه منا صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الله على اليهود. فقال ما بال هذا الرجل وهذه المرأة؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنهما قد زنيا. فقال وقد زنيا تسودون وجه الزاني وتحملونه على حمار، يعني مدبرا غير مقبل؟ قالوا نعم. قال ائتوني بالتوراة. قال هذا حكم الله بالتوراة؟ قالوا نعم. قال ائتوني بالتوراة. فلما جاءوه بالتوراة أخذ الوسادة من تحته فوضعها بين يديه، ثم أخذ من أيديهم التوراة بكلتا يديه فقبلها، ثم وضعها على الوسادة، ثم قال آمنت بمن أنزلك، آمنت بالذي أنزلك. ثم قال يا معشر يهود نشدتكم الله أتجدون حكم الله في الزنا، حكم الله تبارك وتعالى في التوراة في الزنا هذا؟ فوضع واحد منهم يده على الآية، فنطق الآخر وكان شابا، فقام إليه وانتزع يده من على المصحف أو من على الصحيفة، صحيفة التوراة، وقال أما وقد ناشدتنا بالذي أنزل التوراة على موسى فإننا نجد حكم الله في التوراة الرجم. قال أنا آمنت بمن أنزلك، هاتوا التوراة ستجدون حكمها حكمي وستجدون حكمي حكمها، يا من أبيتم البشرى وأعرضتم عنها. وفي السياق من غرائب هذا الزمان أنك تقرأ أن الفوائد الربوية التي يسمونها الفوائد البنكية بمعدلات ثابتة غير محرمة. ومن الذي أفتى بهذا؟ رجل من أصحاب العمائم يسمونه شيخ الأزهر، يفتي بجواز الربا. ولعله لو أتيناه نسأله عن حكم الله في القرآن لوضع يده على الآية التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتريدون للأمة أنها تعظم شعائر الله وتعظم حدود الله ومحارم الله، وأصحاب العمائم فيها يفتون بمثل هذا البلاء. أما علموا أن مرضاة المخلوق كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود كيف أنت إذا أدركك زمان كان فيه أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون السنة، فقال يا رسول الله بما تأمرني؟ قال تسألني يا ابن أم عبد، تسألني يا ابن أم عبد كيف أنت يا عبد الله إذا أدركك زمان صار فيه أقوام يؤخرون الصلاة عن وقتها ويميتون السنة، بما تأمرني يا رسول الله؟ قال تسألني يا ابن أم عبد. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. أنا عليم أن مرضاة المخلوق تعدل عند الله 36 زنية،
علم بأن أهون الربا عند الله كأن ينكح الرجل أمه على الطريق، فكيف صار الحرام حلالا؟ كيف صار الحرام حلالا؟ إن الأمة إذا فقدت البصيرة فكبر عليها 4 ولا أحسبها تستحق هذه التكبيرات. إن الأمة إذا أعرضت عن البشرى فليس لها إلا أن تتبع الهوى وتصيبها العماية التي تصيب الناس اليوم. نعم، بماذا يستحل الربا؟ بمثل هذه الفتاوى. وبماذا تستحل الفروج؟ بمثل هذه الفتاوى. وبماذا تستحل دماء المسلمين في بلاد المسلمين؟ بمثل هذه الفتاوى وبمثل هذا البلاء. والله ورسوله بريئان مما يقول القوم ويدعون، فإن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما كان دينا يوم نزول هذه الآية فهو الدين إلى يوم القيامة، وما لم يكن دينا يوم نزول هذه الآية فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. وإن الذي يريد أن يكون ممن قال الله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول، والذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه السخافات ومثل هذه الحماقات ومثل هذه الضلالات التي يسمونها فتاوى. ولو أنهم وضعوا في كلمة الفتوى كهذه، لو وضعوا مكان التاء سينا لكانت أصوب وأدل على الغرض وعلى الحقيقة. وعليك أن تدرك أنت أيها الكريم أن البصيرة هي سبيل النجاة، هي الجناح الذي يركب عليه المؤمن، بل هي السفينة التي يركبها المؤمن في أمواج الدنيا المتلاطمة من الأهواء والشبهات والشهوات والضلالات. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وأما هذا فنحن نحذر آباءنا وإخواننا من مغبة الاستجابة إلى مثل هذا الضلال، وهذا وعزة ربي ضلال، لأن تحليل الحرام ليس باجتهاد وإنما هو ضلال. وهذا الحرام حرام بين والحمد لله لا شبهة فيه، وإنما إذا كنت تراعي أنت المخلوق أيها المسكين يمكن أن تعتدي على حدود رب العالمين، لأنك تريد أن ترضي المخلوق. ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فقد ضاد الله في أمره. فاحذروا يا إخواننا مثل هذا البلاء ومثل هذا الشر، فإنه لا يمكن أن ينطلي على المسلم أبدا. والربا ربا وإن زينه الفقهاء، والزنا زنا وإن زينه الفقهاء، والخمر خمر وإن زينها الفقهاء، والباطل باطل وإن زينه الفقهاء، والجريمة جريمة وإن زينها الفقهاء. لا تبديل لكلمات الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهناك أحد إخواننا سأل في مسألة الصلاة بين السواري، يعني بين هذه الأعمدة،
فأما ما يكون من أمر الجمعة فقد أفتى أئمة الدين المتقدمين والمتأخرين بجواز ذلك عند الحاجة وكثرة الزحام. وأما إذا كان المسجد يتسع فليجتنب آباؤنا وإخواننا الصلاة بين السواري حتى لا تكون الصفوف مقطوعة. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري وندفع عنها دفعا. يدفعوننا وقال لا تصلي بين السواري، لأننا قلنا بأن الملائكة إذا وقفت بين يدي ربها في السماء في الملأ الأعلى، إذا وقفت بين يدي ربها أتمت الصفوف الصف الأول فالأول تصطف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الأمم بثلاث، وذكر واحدة منها أو منها واحدة، وهي أنه قال صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لعبد جعله الله عز وجل في الأرض شبيها لمن في السماء. طوبى ثم طوبى ثم طوبى لعبد جعله الله في الأرض شبيها لمن هو في السماء، جل في الأرض شبيها لمن هم في السماء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فقها وعلما نافعا. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول: اللهم إذا صلى الصبح واحرصوا على هذا الدعاء: بارك الله لي ولكم فيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. احرصوا على هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أحكام شريعة ربنا، وأن يرشدنا إلى العمل بمحكم كتاب الله والإيمان بمتشابهه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل، وأن يجعلنا فيه من الشاكرين. كما أسأله في هذه الساعة أن يبصر شباب المسلمين في هذه الديار، وأن يكف أيديهم عن الدماء، إنه سميع قريب مجيب. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا توبة قبل الموت، وأن يرزقنا إحسانا بعد الموت، وأن يرزقنا وأن يجعلنا من أهل الجنات إذا قمنا بين يديه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا تقية نقية تعظم حرمات الله وحدوده، وتتقي الله تبارك وتعالى في السر والعلن. اللهم اجعل التقوى زادنا، اللهم اجعل التقوى زادنا، اللهم اجعل التقوى زادنا، واختم لنا بخاتمة المحسنين يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.